السلام عليكم. أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تأسيس علوم. أكيد فاكر وأنت صغير لما كنت بتبقى ماشي في الشارع أو راكب عربية وتبص في السما تلاقي القمر ماشي معاك، وكل ما تجري تلاقيه بيجري وراك، فافتكرت بقى نفسك محور الكون وسألت نفسك هو القمر بيجري ورايا ليه؟ بس في الحقيقة القمر لا بيجري وراك ولا حاجة، أنت مش محور الكون بالنسبة له. الموضوع كله يتلخص في حدوتة صغيرة، تعالى ونحكيها لك. كلنا عارفين ان القمر بيلف حوالين الارض، واحنا ما بنحسش بالحركة دي بسبب ان القمر بيتحرك بسرعة وبإيقاع مش من السهل ان احنا نحس بيهم. عشان كده لو وقفت في اي مكان وبصيت على القمر هتحس ان هو ثابت، لكن لو ركبت عربيتك ومشيت جنب شجر او جنب اي عمود هتحس ان العمود ده بيتحرك في عكس اتجاهك، رغم ان العمود في الاصل ثابت في مكانه. لكن انت بيحصل لك حاجة اسمها خداع بصري، بتشوف ان الشجر والعمود بيمشي في اتجاه عكس اتجاهك، لكن القمر رغم انه بيلف حوالين الارض انت ما بتشوفش الحركة دي بعينك. ولو بدأت تمشي في اي اتجاه سواء كان للامام او للخلف او يمين او شمال هتحس ان القمر ماشي وراك زي ظلك بالظبط، لدرجة انك ممكن تفتكر ان القمر بيراقبك، لكن الحقيقة هو لا بيجري وراك ولا حاجة. الموضوع كله عبارة عن خداع بصري، عقلك بيحاول يربط بين حركتك وبين ثبات القمر. فما تحاولش توهم نفسك ان القمر بيجري وراك ولا بيراقبك، علشان انت مش محور الكون بالنسبة للقمر. فلو جالك طفل بيقولك ان القمر بيجري وراه حاول تشرح له الموضوع بشكل علمي اكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو كنت اول مرة تشوفوني انا دكتورة هند وحيد بقدم محتوى علمي يحببكم في العلوم. وما تنسوش ان زكاة العلم نشر، فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير على قناة حكاية علوم على اليوتيوب، وعلشان تحبوا العلوم اكتر ما تنسوش تعملوا فولو على قناة حكاية علوم على الفيسبوك.